أصدقائي الأعزاء في كل مكان، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة بعنوان وادي رم. النهاردة هوريكم السواقة في الصحراء عاملة ازاي. الأول أحب أعرفكم بوادي رم. وادي رم هو وادي سياحي طبيعي يقع في جنوب الأردن، يبعد عن جنوب الأردن بمسافة 250 كيلومتر من جنوب العاصمة عمان، و70 كيلومتر شمالي مدينة العقبة، بالقرب من الحدود الأردنية السعودية. ووادي رم يا جماعة يسمى أيضا بوادي القمر. ناس هتسألني ليه؟ طبعا لأن تشابهت تضاريسه بتضاريس اللي موجودة على القمر. وبصراحة يا جماعة أنا نفسي حصل لي سحر غريب أول ما دخلت في قلب الوادي. أول مرة أشوف في حياتي صحراء ألوانها غريبة، لونها أحمر وأسمر، ألوان يا جماعة تحس إن أنت شوفوا الفيديوهات بتاعت المريخ بالظبط في وادي رم. طبعا يا جماعة وادي رم يعتبر مزار سياحي مليان سياح من كل أنحاء العالم، بيروحوا هناك يصوروا هناك. ده غير أغلب الأفلام العالمية اللي بتتصور في أي صحراء بتتصور هناك في وادي رم. ومن أشهرها يعني لأغلب الناس شافتها لورنس العرب كان متصور هناك. المكان بصراحة مش طبيعي. أنا نفسي أنا يا جماعة مصور اولموست بتاع، يعني أنا قعدت هناك ساعتين الصبح، مصور ساعتين على التليفون كاملين من جمال الطبيعة ومن جمال المناظر. لحد الآن مش عارف هقسمها ازاي عشان انزلها في الفيديوهات الجاية. بس الفيديو ده انا حبيت بس اوريلكم الطريق عامل ازاي، والسواقة في الصحراء عاملة ازاي. فأتمنى الفيديو يعجبكم، تابعونا لغاية الآخر. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تضغط سبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية. مصور فيديوهات كتير جدا في الأردن هتعجبكم إن شاء الله، نوع مختلف من الفيديوهات، نوعية الفلوجز. وما تقلقوش برضو فيديوهات الهجرة هتنزل قريب في وقتها. تابعوا الفيديوهات اللي جاية هتعجبكم جدا، وشكرا لمتابعتكم.